ازيكم يا أبطال. عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل مراجعة على الجيومتري. بس أول حاجة عايزين نراجع المنهج كله سريعا كده، نشوف ايه اللي احنا خدناه، وإن شاء الله ديت هتبقى الإنقاذ ليلة الامتحان. احنا دلوقتي هنراجع بس مراجعة سريعة كده على المنهج كله، نبص عليه بصة، وهنبدأ نحل امتحانات إن شاء الله. طيب، ركزوا معايا هنا. في أول درس كان بيقولك عندنا حاجة اسمها trigonometric ratios، اللي هو خدنا حاجة اسمها ساين، حاجة اسمها كوزاين، حاجة اسمها تان. ماشي. هنا بيقول لك إن الساين بتاعت الأنجل A، فدي الأنجل A بتاعتنا بتساوي الأوبوزيت، يعني السايد اللي قدامها، أو السايد اللي قدامها اللي هي دي اللي هي بي سي، أوفر الهايبوتنس اللي هو دايما اللي في وش الناينتي، فدي كده الناينتي اللي في وشها هو الاي سي، الخط ده كده اهو، ده كده هو اللي في وشها، فهتبقى البي سي فوق والاي سي تحت اللي هي اوبزيت على هايبوتنس. الكوزاين هي الادجيسنت على هايبوتنس. ماشي. الساين، سوري، التان هي المفروض اصلا يا مستر هي الساين على الكوزاين، فلما نحط الساين على الكوزاين بتكون اوبزيت. تخيلوا ان الاو ديت هي الاوبزيت، اوبزيت على هايبوتنس، دي كده الساين على الكوزاين اللي هي adjacent اهي. adjacent يعني مرافق، يعني مثلا هنا ال A الادجيسنت بتاعتها اكيد مش الهايبوتنس، الادجيسنت هيبقى حاجة غير الهايبوتنس، الادجيسنت هو اللي جنبها، اللي هو الخط ده اللي هو ال A B. ماشي. طيب، الادجيسنت فلنقول ان اول حرف منه A فهنحطه ب A على هايبوتنس، في نفس يعني هنا اللي تحت هيطير مع اللي تحت، فهيتبقى عندي opposite على adjacent، دي هي التان بتاعت الايه. طيب، اللي هي opposite على adjacent. تمام. تمام. لو عايزين نجيب انجل تانية مثلا، تعالوا نمسح بس الكلام ده كده. لو عايزين نجيب انجل تانية غير الايه ديت مثلا، فلنقول عايزين نجيب السي. تمام. طيب، عايز اجيب الساين بتاعت السي، فهي الاوبوزيت على هايبوتنس اللي هو الاوبوزيت اللي في وشها، فاللي في وشها هنا يا مستر اهو قدامك اهو، اللي هو الاي بي. طيب، الهايبوتنس اللي هو الاي سي. طيب، قال لك انا عايز اجيب الكوزاين، لا ده adjacent على الهايبوتنس، فانا بحدد الادجيسنت اكيد مش ده، صح؟ عشان ده خلاص احنا قلنا ان ده هايبوتنس هو اللي في وش مين؟ ال90، صح؟ فالادجيسنت بتاع السي هو الخط ده كده، اللي هو الخط اللي هو اللهم صل على النبي، الخط الجميل ده اللي هو الخط ده بتاع السي بي ده، ده كده هو ده الادجيسنت بتاع الانجل سي. تمام. تمام يا مستر. طيب، بعد كده التان نفس الكلام، هي opposite على adjacent بقى على طول. بعديها قال لك يا مستر، ده انت لسه قايل لنا ان الكوستان بتاعت اي انجل هي الساين بتاعت نفس الانجل على الكوزاين بتاعت نفس الانجل. وبعد كده بيقول لك ده احنا في حاجة جميلة قوي، بيقول لك ان الميجر انجل بتاعت ال A زائد الميجر انجل بتاعت ال C، يعني التو انجلز غير ال 90 degree بتساوي 90 degree، البلس بتاعهم بيساوي 90 degree، وديت بنسميها حاجة اسمها complementary angles. ماشي. فانت اول ما تشوف كلمة complementary angles اعرف ان السمشن بتاعهم بيساوي 90 degree. تمام. تمام. طيب، وايه تاني؟ بيقول لك على فكرة انا ساين ال A بتساوي كوزاين ال C، وكوزاين ال A بتساوي ساين ال C، علشان هم complementary angles، فدي برضو لازم نحفظها. الاتنين دول لازم نحفظهم، المعلومة دي والمعلومة دي. يعني من الآخر بيقولك إن العكس صحيح، يعني هما لو complementary angles يبقى الساين بتاعت الأولانية بتساوي كوزاين التانية، وكوزاين الأولانية بتساوي ساين التانية، ولو كوزاين ساين الأولانية بتساوي كوزاين التانية، كوزاين التانية بتساوي ساين الأولانية، فهي ديت supplementary، يعني العكس صحيح. طيب، تعال نخش على اللي بعده. الحتة اللي بعدها ديت كانت بتقولك إن
عندنا حبة حاجات محفوظة، محفوظة، زي الساين 30 اللي هي بتساوي half، والكوزاين 30 اللي هي بتساوي روت 3 over 2، والساين 60 اللي هي بتساوي روت 3 over 2، وهكذا. كل الكلام ده كده المفروض يكون محفوظ. طيب ولو أنا مش حافظه أكيد هنعمله على الآلة، مفيهاش أي مشاكل. تعالوا نخش على الحتة اللي بعديها. الحتة اللي بعديها الصراحة كان فيها كلام كتير جدا. أول حاجة خدناها في اليونت ده أو في الجزء ده في الجيومتري يعني والترجمتري، كان آه الديستانس، قانون الديستانس between the two points. دايما هيكون في two points معاك في القانون ده في الدرس ده، وانت هتجيب بينهم الديستانس هتجيب ما بينهم الديستانس. يعني مثلا فلنقول عندي point A equal 3 و 2، وبوينت B equal نقول مثلا negative 1 و 4. طيب وقال لك هات لي ال distance between ال two points دول. فالقانون بتاع ال distance بيقول لك اعمل روت كده يا مستر. ماشي، هنعمل روت كده ونحط تحت الروت ده الأولاني ماينس الأولاني all باور 2. ماشي، الأولاني ماينس الأولاني all باور 2، والتاني ماينس التاني all باور 2، ما بينهم البلس. فاحنا هنعمل بلس ونفتح قوس هنا ونفتح قوس هنا. تمام، نحط هنا ماينس وهنا ماينس. الصراحة هنا مش هتفرق مين اللي قبل مين، يعني الكبير قبل الصغير ولا الصغير قبل الكبير. أنا نسيت أحط باور. هنا باور 2 وهنا باور 2. تمام. تمام. طيب مش هتفرق الكبير ولا الصغير الأول. فمش مشكلة. أنا بس نسكت عشان ده زي بس إيه الأمر ده؟ خلينا بس نكمل كده. المهم ملناش دعوة بالكلام اللي حصل. ماشي، نكمل اللي احنا فيه. فاحنا هنا هنحط ال 3 الأول، بعد كده النيجاتيف 1. مش تفرق، تعالى نحط النيجاتيف 1 الأول، ما عنديش مشكلة. وهنا 3 وهنا 2 وهنا 4. كده كده مش هتفرق علشان هما الاتنين باور 2، فالباور دايما بيشيل النيجاتيف، فلو كانت نيجاتيف هتطلع غصب عنك بوزيتيف. طيب هنا هتبقى 4 أو نيجاتيف 4، والباور 2 هتبقى 16. صح. وهنا هتطلع نيجاتيف 2 والباور 2 هتطلع 4. 4 زائد 16 هتطلع روت 20، اللي هو يعني تحت الروت ده لسه ما اتشالش. تمام. فده كده كان قانون ال distance between ال two points، اللي هو الأولاني ناقص الأولاني والتاني ناقص التاني، كل الاتنين باور 2 تحت الروت. ده كده جاب لك روت 20 ديت ال distance between البوينت A والبوينت B. طيب تعالى نرجع للي احنا كنا بنقوله. الصراحة بعد كده بيقول لك في حاجة اسمها الميد بوينتس. ماشي، في حاجة اسمها الميد بوينتس. الميد بوينتس ما بين أي تو بوينتس. يعني مثلا فلنقول اللي احنا عندنا نفس ال A وال B اللي احنا كان عندنا من شوية وأنا مسحتهم. تعالى نرجعهم تاني. تمام. ماشي، جه قال لك أنا عندي التو بوينتس دول وعايز أجيب الميد بوينت اللي ما بينهم. يعني إيه الميد بوينت اللي ما بينهم يا مستر؟ يعني مثلا لو أنا عندي هنا بوينت A، إيه اللي بيحصل؟ شكرا. عايزين لو أنا هنا عندي البوينت A ودي البوينت B، فهو عايز الميد بوينت ما بين الخط بتاع AB ده، يعني عايز النص بالظبط. لو مثلا فلنقول نقطة C ديت هي النص. طيب أجيبها إزاي؟ سهلة يا مستر. دايما السي ديت أكيد 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 متكونة من X and Y، يعني coordinate في ال X coordinate في مين في ال Y. طيب فاحنا عشان نجيب الميد بوينت هنعمل 3
بلس 3 بلس نيجاتيف 1 اوفر 2، اللي هو الأولاني ماينس الأولاني على الاتنين. هنا 3 بلس نيجاتيف 1 اللي هي تطلع 3 ماينس 1 اوفر 2. وكمان التانية هتبقى 2 بلس 4 اوفر 2. تمام تمام. طيب بعد كده يا مستر، فالإجابة هنا هتطلع برضو coordinate، لازم تطلع coordinate عشان حضرتك بتعمل آه عشان انت بتجيب بوينت أصلا اللي هي بوينت سي يعني. فاحنا هنكتب هنا سي بتساوي الكلام ده. طيب فالكلام ده هنا هتطلع 2 over 2 هتطلع ب1، والتانية 2 بلس 4 اللي هي ب6 على 2 هتبقى 3. ماشي، فديت كده الميد بوينت ما بين الاتنين دول. طيب ايه اللي حصل؟ بس اهو كانت ايه، معلش. تمام تمام. آخر واحدة بقى بتاعت السلوب. السلوب سهل جدا يا جماعة، احنا عندنا برضو نفس ال 2 points اهو، أو اللاين ده، اللاين اي بي ده. عايز أجيب السلوب بتاعه، فهجيب السلوب بتاعه ازاي؟ هاخد أي 2 points عليه، إذا كانت C أو A أو B، فأنا هاخد أي 2 points موجودة على اللاين ده، اللاين اللي معدي بالتلاتة دول كده. وهعمل حاجة جميلة جدا، وهي اللي أنا أسمي الأسلوب بتاعي M، ودايما احفظه كده، هو y2 minus y1 على x2 minus x1 x1. دايما الواي هو اللي فوق والاكس هو اللي تحت، فانت ركز في الحتة دي عشان احنا متعودين دايما ان هو الاكس الاول، لكن في الاسلوب هنا هو الواي هو اللي فوق. طيب فانا لو عايز اجيب مثلا الاسلوب بتاع المثال بتاعنا، فالاسلوب بتاع المثال بتاعنا هنا هيبقى y2 اللي هي ال4 minus ال2 على -1 minus النيجاتيف 1 اللي هي الاكس 2 يعني minus 3 صح. ففوق هتطلع 2، وهنا هتطلع نيجاتيف 4، فالنيجاتيف هيروح هتبقى عاملة كده. لا مفيش النيجاتيف ده مش موجود. طيب تحت فيه 4 بس. ماشي، بس كده يبقى احنا كده جبنا السلوب ما بين التو بوينتس دول. دي حبة قوانين طبعا لازم نركز عليها، علشان ديت مفيش امتحان جيومتري ما بيخلاش منها يعني. طيب ننضف بس البورد بتاعتنا. ماشي، تعالوا بقى نخش على اللي بعده. هنا بيراجع لك على القوانين اللي كانت موجودة فوق، بيقول لك يعني تتحل ازاي. بيقول لك ان السلوب في حاجة تانية، هنا ديت الحاجات اللي ممكن نقدر نجيب منها السلوب. فانا لو عندي ستريت لاين عامل مع الاكس اكسس انجل معينة واسم سيتا، يعني مثلا انا عندي الواي اكسس اهو والاكس اكسس اهو، وعندي الستريت لاين اهو، فهو عامل هنا مع البوزيتيف دايركشن بتاع الاكس اكسس انجل اسمها سيتا. فانا اقدر اجيب السلوب بتاع الخط ده اللي هو مثلا فلنقول عليه لاين 1، فالسلوب اللي هو M1 هيساوي تاني الثيتا اللي عاملها مع الإكس بوزيتيف إكس أكسس يعني الثيتا دي. طيب بعد كده بيقول لك اللي أنا ممكن أجيبها من الإيكويشن بتاعة اللاين اللي هي الستاندرد إيكويشن y equal b x زائد c. فهنا ال m هو أو السلوب هو ال b دي، والشكل التاني بتاع الإيكويشن برضو أقدر أجيب منه السلوب، وهو هيبقى نيجاتيف الكوفيشنت بتاع ال A النيجاتيف كوفيشنت بتاع ال X اللي هو في الحالة ديت اللي جنب ال X اللي هو ال A، يبقى نيجاتيف A over B. تمام، هو ده كده السلوب بتاعنا اللي هو نيجاتيف كوفيشنت ال X على كوفيشنت ال Y. قوانين محفوظة يا جماعة ما فيهاش أي مشكلة. طيب ال given slope on a parallel straight line، برضو هنا لو في سلوب مديهولي بتاع لاين، وفي لاين تاني parallel لللاين ده،
فعلشان أجيب السلوب بتاع مثلا هو مديني ال M1 بتساوي 5 مثلا، فهو بيقول لي الكاميرتين يا باشا بارلل لللاين ده، يبقى هيبقى عنده نفس السلوب اللي هو بيساوي 5. طب لو كان بيربنديكولار، لو كان بيربنديكولار يا مستر، آه لو كان بيربنديكولار هنقول إن هو دايما البيربنديكولار بنقول إن ال M1 على ال M2 equal negative 1، يعني مهما اتشقلبت مهما حصلت يبقى ال M1 هيساوي negative M2. يعني مثلا لو قلنا إن في لاين أهو وفي لاين تاني بيربنديكولار عليه، فلو اللاين الأولاني اللي تحت ده ال M بتاعته بتساوي 2، فيبقى اللاين اللي واقف ده ال M بتاعته هتساوي هنا ده M1 عشان ده لاين واحد، هنا M2، فده اللاين السلوب بتاعه هيساوي negative 2. تمام ماشي. طب وبعدين يا مستر أقدر أجيب السلوب منين تاني؟ أعتقد إن كده مفيش حاجة نجيب منها السلوب تاني، دول كل حاجة أقدر أجيب بيهم السلوب وقلناهم بالتفصيل وهم موجودين في الجزء ده، فمفيهوش أي مشاكل. طيب تعال نشوف اللي بعده. بعديها على طول قال لك طيب أنا لو رسم لك اللاين فأنت تقدر برضه تجيب السلوب. تمام. ففي حبة حالات محفوظة اللي أنا أجيب منها السلوب. أنا لو اللاين بتاعي بيربنديكولار على الواي أكسيس فبالتالي السلوب بتاعه آه the slope of the x axis equals 0، فلازم يكون بزيرو. the slope of a straight line parallel to the x axis لازم يكون بزيرو برضه. ماشي، يعني من الآخر لو هو parallel x axis يبقى السلوب بتاعه بزيرو. طيب لو هو parallel y axis يبقى ده undefined، يبقى ده ايه؟ undefined. تمام. عشان هو undefined وخلاص مش فاهم. يبقى لو هو parallel y axis يبقى السلوب بتاعه undefined. علشان احنا المفروض هنجيب تاني السيتا ديت، تاني السيتا ديت هي 90 tan 90. لو فكرت في tan 90 انت عارف انها sin 90 على كوزين 90، ولو طلعنا فوق خطوة كده هنلاقي ان كوزين 90 بتساوي زيرو. ف كوزين 90 هتساوي زيرو عشان ساين 90 بتساوي 1. طيب فبالتالي هيبقى فيه تحت، جرب على الآلة هتلاقيها تطلع لك undefined، فيبقى فيه تحت هنا في زيرو وفوق في 1. فده كده شكل لا ينفع، ما ينفعش تماما انك تعمل ديفايد زيرو. تمام، فعشان كده مسمينه undefined. آه اللي بعده ان هو يبقى عامل انجل سيتا، وعرفنا لما يبقى عامل انجل سيتا هنعمل مع البوزيتيف اكسس. يعني يعني ايه مع البوزيتيف؟ يعني دايما الناحية دي عامل انجل الناحية دي، يعني ما ينفعش اجي في مرة من المرات اخد الانجل دي. ماشي، ده كده غلط، لازم اخد الانجل اللي ماشي الناحية. تمام. طيب قال لك لو باراليل يبقى الاتنين بيساووا بعض، ولو بيربنديكولار يبقى واحد بيساوي نيجاتيف التاني، والكلام ده احنا قلناه في الورق اللي ورا، يعني في الجزء اللي ورا. طيب بعد كده قال لك انا هتكلم دلوقتي عن الايكويشن بتاعت الستريت لاين. شكل الستاندرد بتاع الايكويشن بتاع الستريت لاين هو ده. الشكل ده بيعبرنا عن حاجات كتير جدا. اول واحد هنا بيقول لي ان ده السلوب، ماشي، والسي هي البوينت البوينت او الواي، الحتة اللي في الواي اللي بينترسبت واي اكسس عندها. يعني ديت عند السي بتبقى الاكس بزيرو، بتبقى بسي، فبتبقى قاطعة الواي اكسيس. تمام تمام. الايكويشن بتاعت الستريت لاين هنا بيديك اكزامبل، بيقول لك مثلا ايكويشن بتاعت ستريت لاين السلوب بتاعها بنيجاتيف 2 وكاتس البوزيتيف بارت at 7 units. فديت هتكتب الايكويشن بتاعتها ازاي؟ سهلة يا مستر، انت قلت لي ان الايكويشن هي y equal mx plus c. c اللي هي الواي انترسبت يعني او المسافة اللي قطعتها في الواي. فانا عندي هنا الام بنيجاتيف 2، يعني هتكتب لي y equal نيجاتيف 2. هنخش كده شوية، y equal نيجاتيف 2 بلس الحتة اللي قطعت من غير قبل بلس، بس بنكتب هنا ال x بلس
الحتة اللي قطعتها في الواي اكسيس هي 7 units، فهي هتكتب 7. فهي دي كده equation بتاعت الستريت لاين اللي هو عايزه. تمام. وهنا مثلا بيقول لك انا السلوب بتاعي ب3، وال هي بتعدي على بوينت 1 ونيجاتيف 2. طيب دلوقتي هنعرف ازاي نحدد الحتة اللي قطعتها عند ال ال y axis ال x axis ال y axis عن طريق الاتنين دول. أنا عارف إن الشكل الستاندرد للإيكويشن هو y equal mx زائد c، وال c ده الانترسبت مع ال y axis. طيب أنا عندي ال m ديت أنا عارفها، هو مديهالي في المسألة وهي ب3. هشيل ال m وأحط مكانها 3، تبقى 3x plus c. طيب دلوقتي يا مستر إحنا عايزين نحدد ال c دي. هو قال لي معلومة مهمة جدا، وهي إن الراجل الطيب ده بيعدي على بوينت اسمها 1 و نيجاتيف 2. بما إن هو قال لي المعلومة الجميلة جدا ديت، إذا فال 1 والنيجاتيف 2 satisfies الإيكويشن دي. يعني إيه satisfies؟ يعني دايما لما أعوض بيها في الإيكويشن بتاعت الستريت لاين هتطلع لي هتبقى صح. المعادلة متوازنة، الجزء الشمال زي الجزء اليمين. طيب يعني مثلا لو شلنا هنا، المفروض إن الكوردينت الأول ده هو الإكس، فأنا هشيل الإكس وأحط 1. هتبقى 3 باي 1 بلس سي equal. أنا لا مؤاخذة، بس إن أنا بدلت الإيكوال دي من هنا حطيتها الناحية التانية، ما فرقتش. طيب نشيل الواي ونحط نيجاتيف 2. نيجاتيف. طبعا هنا 3 باي 1 يا مستر مش محتاجة كلام، هي 3 بس. أنا مسحت ال 3 كمان ومسحت 1، هي 3 بس. طبعا ال 3 هنا ببلس هتروح الناحية التانية بالماينس، فهتبقى سي equal نيجاتيف 2 ماينس 3. طيب طبعا هنا طلعنا سي بنيجاتيف 5. دلوقتي أنا في إيدي أكتب الإيكويشن زي ما هو طالب في المسألة. فأنا خلاص طلعت السي يا مستر بنيجاتيف 5، وطلعت والسلوب عندي ب3. هنقول y equal 3x minus 5. صح، عشان ديت نيجاتيف 5 هنقول minus 5 فعلا. تمام. طيب بس ودي كانت السلايد اللي بعدها. تعالوا نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده. أنا قلت نخش على اللي بعده، مش عارفين نخش على اللي بعده. نزلنا تحت. طيب بيقول لك هنا في كام remark، وهي the equation of the straight line which passes through the origin point is mx على طول. طيب ركزوا في الحتة ديت عشان دي بتيجي في التشوز كتير. وهي لما يقول لك ده الستريت لاين اللي معاك ده بيعدي على الاوريجين بوينت، فطالما هو بيعدي على الاوريجين بوينت يبقى ما بيقطعش الواي اكسس عند حاجة. يعني مثلا هو ده ادي الواي اكسس اهو، وده كده الاكس اكسس، فهو معدي من الاوريجين بوينت، معنى ان هو الخط الاحمر ده. تمام، فانا اتخيل ان هو معدي على الاوريجين بوينت. فمعنى الفكرة ديت إن هو مش قاطع الإكس عند حاجة، مش قاطع الواي عند حاجة، هو خارج من الزيرو. بما إنه هو خارج من الزيرو، فبالتالي نقدر نقول إن هو السي بتساوي صفر، علشان ما يقطعوش عند حاجة. طيب بس فدي معلومة مهمة جدا هتيجي في تشوز. the equation of x axis لما الواي تساوي زيرو. لما الواي تساوي زيرو معنى كده إن هو معندوش سلوب، صح؟ يعني هو يعني السلوب بتاعه بيساوي زيرو، صح؟ ايه ده؟ آه مهم. يعني مثلا لو الأكسيس أهي، فالواي equal زيرو، معنى كده إن الإكس هي تساوي السلوب نفسه اللي هو الإم ده بيساوي زيرو، صح؟ وإمتى ده بيساوي زيرو؟ لما يبقى parallel للإكس أكسيس، يعني يبقى perpendicular على الواي أكسيس. فهو لو perpendicular اللاين بتاعي perpendicular على الواي أكسيس أو parallel للإكس أكسيس، بالتالي ده هيكون السلوب بتاعه بزيرو. فالإيكويشن بتاعته هتساوي y هتساوي زيرو.
ماشي. طيب أهو هو بيقول لي دي أو y بتساوي sorry y هتساوي لو هو parallel للx axis y مش هتساوي 0. هو الx axis لو هو على الx axis نفسه y هتساوي 0، لكن لو هو parallel للx axis فالy هتساوي رقم ما اللي فهنقول مثلا الرقم ده n، فالرقم ده هو المكان اللي بيتقطع عنده الy axis يعني. هنا مثلا بقطع الy أو بقطع الy هنا، فديت مثلا هنا عند 1 فهنا الy equal 1 والإكس بيتغير زي ما هو عايز ما بيأثرش في الإيكويشن. ولو هو بارلل للواي أكسيس كده فهنا هيبقى الإكس هو اللي إيكوال رقم معين، الإكس ثابت والواي هو اللي بيتغير أهي. طيب تعالى نخش على اللي بعده. أنا بسجل بس. تمام بسجل. إيه القمر ده يا مستر؟ بجد والله قمر. يلا. تعالى بس نشوف المايك طالع. طيب عشان أبروف المسائل ديت بقى في منها كام نوع؟ اللهم صل على النبي. في ادي 3 وادي يبقى هما كان في هم مترتبين في 9 انواع من المسائل. طبعا المسائل دي بتيجي كتير جدا كمقالي او كاسئله، اللهم صل على النبي، او اسئله تشوز. فالاسئله دي بيجي منها تقريبا الامتحان كله، فانت ركز معايا كويس. هنا بيقول لك بروف ان 3 بوينتس دول كولينير. عشان ابروف ان 3 بوينتس دول كولينير لازم اطلع الديستانس ما بين أي 2 points منهم. يعني تعالى بس هنا نقرب شوية. تمام. نطلع فوق شوية ونقلل الخط شوية. ماشي. فانتوا شايفين ال 2 points اللي قدامي دول صح؟ ال 3 points اللي قدامي عندي point C وبوينت A وبوينت B في النص، فهم معنى كلمة كولينير إن هم التلاتة على نفس الخط. فعلشان أثبت إن هم كولينير لازم أجيب ال distance between any 2 points، يعني ما بين ال3 points دول. يعني إيه؟ يعني مثلًا هاجيب الdistance A وC ماشي، اللي هي الdistance دي كلها، وهاجيب الdistance C وB، وهاجيب الdistance B وA. طيب طلّعنا مثلًا ديّة ب5 آآ ودي كده ب3.5 ودي كده ب1.5. فلو ركزنا في الأرقام اللي قدامنا ديّة هنلاقي إن الdistance between الCB plus الdistance between الBA هتساوي الdistance between الAC. طب الكلام ده على الرسمة نشوفه إزاي يا مستر؟ تعالَ كده نجيبه. الdistance between الCB اللي هي الحتة دي، والdistance تعالَ بس نغيّر اللون، والdistance between الAB أو الBA اللي هي الحتة دي. تمام؟ تمام. فده كوّن لي أنهي خط؟ كوّن لي الخط الكبير ده كلّه يا مستر. فبالتالي دُولة على نفس الخط، مش كده والّا إيه؟ تمام. فأنا علشان أثبت إن هُم collinear لازم يكون لازم يكون في 2 زائد بعض بيساوي بعض، أو أو إن الslope بتاع الAB اللي هو الslope بتاع الخط كلّه يساوي الslope بتاع الBC. sorry الخط اللهم صل على النبي، الslope بتاع الخط ده يساوي الslope بتاع الخط ده، بس الأحسن إن إحنا نستخدم اللي تحت. تمام. طيب تاني واحدة نثبت إن هو vertices بتاعة rectangle. عشان نثبت إن هو vertices لrectangle فإحنا محتاجين آآ نثبت. أنا بافضّل دايمًا الحتّة بتاعة using distance between two points علشان خاطر ديّة بتخلّيك يعني سهلة الsystem بتاعها، اللي أنت بتجيب الdistance between كل point والتانية.
فلما تجيب الdistance between كل point والتانية هتكتشف إن الdistance between 2 points زائد بعض بتكون أكبر من واحدة منهم. تمام؟ بحيث إن الواحدة ديّة تكون هي الgreatest length أو أكبر length موجود. يعني مثلًا لو والكلام ده هيوضح في الحل أكتر يعني، هي الحتة ديّة هتوضح في الحل أكتر. طيب أنا لاحظت هنا إن ديّة أطول واحدة فيهم، باين جدًا يا مستر. خلاص أنا هاجيب الdistance between الاتنين الصغيرين، يعني مثلًا اللي بالأصفر دي واللي بالأحمر دي. فأنا هاجيب الdistance بتاعة اللي بالأحمر والdistance اللي بالأصفر، قُل مثلًا طلعت ب5 ودي طلعت ب4 ودي مثلًا طلعت بكام مثلًا، نقول 6 مثلًا والّا حاجة زي كده، 6. طيب وهنجمع دلوقتي ال5 على ال4، فهتبقى 5 plus 4 تساوي 9 يا مستر. تمام؟ فأنت عارف إن طبعًا ال9 ديّة هي أكبر من ال6، يبقى ده كده triangle، يبقى دول 3 points on a triangle. تمام، تمام. طيب تعالَ نخش في اللي بعده. إزاي بقى أحدد الtriangle ده نوعه إيه؟ دي الجزئية اللي بعدها. إزاي أحدد إن الtriangle ده نوعه إيه بالقوانين اللي جاية دي؟ هاجيب الdistance بتاعة كل واحدة منهم وأعملها power 2 وأشوف الاتنين الصغيرين وأعملهم plus بعض. لو طلع الاتنين الصغيرين plus بعض أكبر من الكبيرة اللي هي المتبقية يعني اللي هي التالتة، الdistance التالتة، فده هيبقى اسمه acute angle. لو طلعوا قد بعض يبقى ده right angle. لو طلعوا العكس غير الacute هيبقى obtuse angle، يعني الside الوحيدة تكون أكبر من الاتنين مجموعين مع بعض. تمام؟ فده هيبقى اسمه obtuse angle. بس كده. بعد كده بقى بيقول لك طب افرض أنا ما عنديش 3، أنا ما عنديش 3 points، أنا عندي اللهم صل على النبي، عندي 4 points. طيب 4 points عندنا كذا شكل متكون من 4، كذا quadrilateral متكون من 4 sides، صح؟ عندنا هنا أول واحد هو الترابيزيوم، بعد كده في parallelogram، بعد كده في rectangle، بعد كده في rhombus، وبعد كده في إيه تاني؟ بعد كده في square، وده يكون آخر واحد معانا. تمام؟ طيب الحتة ديّة هي محتاجة بس كام حاجات systematic، وتحفظ الشروط بتاعة كل شكل فيهم علشان تكون فاهمها، أو تشوف الشكل بتاعك عبارة عن إيه، علشان برضه الحفظ يكون أسهل. يعني الترابيزيوم هنا علشان أحفظه، أنا عارف إن الترابيزيوم فيه 2 parallel لبعض، دي كده parallel لدي، صح؟ تعالَ بس نقرّب شوية. أيوه. عارف إن الترابيزيوم دايمًا فيه 2 parallel لبعض، فلازم يبقى فيه 2 distance من الdistance ديّة، الslope أو 2 lines من الlines بتاعة الترابيزيوم يكونوا equal in slope. تمام؟ فبالتالي دول هيبقوا parallel لبعض. وعارف إن الترابيزيوم برضه اللي فيه 2 مش parallel لبعض، هنا زي الAB ومين تاني؟ اللهم صل على النبي والDC، فالاتنين دول مش parallel لبعض. طيب يا مستر تعالَ بس فالاتنين دول مش إيه، مش parallel لبعض، فأنا هاثبت برضه إن في 2 distance من ال4 not parallel أو الslope بتاعهم مش equal، فبالتالي ده هيبقى ترابيزيوم، في 2 parallel وواحدة مش parallel. طيب طبعًا الparallelogram غني عن التعريف، هو اسمه parallelogram أصلًا، فبالتالي يا مستر هو محتاج يكون كلّه parallel، كل الsides parallel، في 2 pairs of parallel sides اللي هم أدي أول pair اللي بالأزرق، وأدي تاني pair اللي بالأحمر. تمام؟ فلازم ده يكون parallel لده، وده يكون parallel لده. دي أول طريقة. تاني دي أول حاجة يعني لازم نثبتها. تاني حاجة لازم نثبتها وهي إن كل each two opposite sides are equal in length، يعني اللي بالأزرق يكون equal اللي بالأزرق، واللي بالأحمر يكون equal اللي بالأحمر بالlength. طبعًا ده كله باستخدام القانون بتاع الdistance between the two points. يعني لو هو اداني coordinates فأنا هاستخدم C والB كأنهم coordinates، وهكذا يعني مع كل الparallelogram. بس دايمًا أنا أرسم الparallelogram قدّامي وأفهم وأعرف إيه الدنيا. طيب بعد كده بيقول لك إن الmidpoint
بتاعة الline segments we prove that إن mid point of AC أدي ال AC أهي الميد بوينت بتاعتها هي ال M تمام is the midpoint of BD ونفس هي البين بوينت بتاعت ال BD. تعالوا كده نشوف الكلام ده صح ولا غلط. دي كده يعني الميد بوينت دي وهي الميد بوينت ما بين الخط BD وال AC، فلازم يكون ال AC bisect ال BD. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الحتة دي تكون مقسومة قد دي ودي تكون مقسومة قد دي. تمام يا مستر، يبقى لازم اتأكد ان الميد بوينت دي بتبايسكت الاتنين دول. طيب معنى كده ان انت لازم تيجي تمسك ال A وتجيبها مع الميد بوينت هي ال AM وتعمل نفس الكلام هنا ال C وتجيبها مع الميد بوينت اللي هي ال CM. تمام، ولما تجمعهم يديك اللاين بتاع ال CA. لا لا سوري، هتجيب ال AM وتجيب ال CM ولازم يطلعوا equal in length، عشان كده معناها ان انت بتبايسكت الشكل ده او بتبايسكت خط ده. طيب بقى الريكتانجل ما بيختلفش كتير عن اللهم صل على النبي عن الباراليلوجرام، فانت لازم تثبت ان ده باراليلوجرام الاول. بعد كده تعمل حاجه مهمه جدا وهي تثبت ان هو ريكتانجل. ازاي اثبت ان هو ريكتانجل؟ عن طريق الدايجونالز. فانا لازم اجيب الاي سي بتساوي بي دي. اي سي بتساوي بي دي، فهنا بنقول يعني ان دايما الريكتانجل الدايجونالز بتاعته ايكوال، ده هيساوي ده. او انك تمسك الاي بي وتضربها في الاسلوب اللي هو تثبت ان هنا في رايت انجل تراينجل. طيب او تثبت ان هنا في رايت انجل تراينجل عن طريق انك تقول ان ان الخط ده اللي هو الاي بي السلوب بتاع الخط اي بي اللي هو ده بيساوي نيجاتيف السلوب بتاع الخط بي سي، وده بالتالي هيثبت ان الاتنين دول بيربنديكولار على بعض. طيب تعال نخش على بعضه. عشان نثبت ان هو رومبس هنعمل نفس الكلام، نثبت ان هو باراليلوجرام الاول، بعد كده لا اما نثبت ان ال two diagonals are equal سوري ان ال AB هتساوي BC، ان كله equal يعني عشان ده رومبس، فهو الرومبس كله فيه حاجة بتبقى equal. بعد كده نثبت ان ال AC perpendicular على ال BD علشان ده الدايجونالز عندهم perpendicular في الرومبس اللي هو الدايجونالز اللي هم دول. تمام وي لازم ممكن برضه نستخدم ان احنا نثبت ان كل sides are equal اللينث، ودي خاصية من خصائص الرومبس يعني. تعال نخش على اللي بعده والحاجة الأخيرة اللي عندنا النهاردة وهي السكوير والحتة بتاعت السيركل ديت. أنا مش عارف هي مش واضحة ليه. السكوير سهل، هو اثبت بتاعت الرومبس، بس هتثبت إن في فور سايدز عاملين 90 degree، يعني دي 90 ودي 90 وكمان الاتنين الناحية التانية 90، فكده أثبتت إن هو السكوير. طيب نفس الكلام هنا تقدر تثبت ان الام هي الميد بوينت بتاعت السيركل عن طريق انك تاخد كذا، تجيب الدايمتر يعني، والكلام ده بس الكلام ده سهل وبس كده. ما اعتقدش ان في حاجة تاني ممكن تتقال في الجيومتري كله ان شاء الله يكون سهل. ده كان شرح سريع للمنهج، كان شرح الأهم الحاجات اللي موجودة عندنا في الجيومتري وفي الترجمتري. آه دلوقتي هنخش على حل امتحانات وإن شاء الله تفيدكم وكل حاجة تبقى سهلة إن شاء الله.